السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ حلقة اليوم اشترك في القناة وفعل زرار الجرس واضغط اللايك. أنا عارف إن أنا كنت مقصر معاكم في الفيديوهات، بس في الفيديو ده ادعولي في الكومنتات تحت يا جماعة، وادعولي يا جماعة دعوة صغيرة لربنا يوفقني وينجحني في حياتي يا رب، وتدعولي اللي ربنا يشفيني يا جماعة. ويلا بينا نخش على حلقة اليوم. حلقة اليوم بتتكلم عن هل هاري كين انتقل إلى بايرن ميونخ، وهل كيليان امبابي انتقل إلى ريال مدريد بجد، وهل براندو سيلفا انتقل إلى نادي برشلونة ولا السعودية. دي كله هنعرفه في حلقة النهاردة. ويلا بينا على حلقة النهاردة. يا جماعة الخير ما تزهقوش مني عشان انا طولت معاكم في المقدمة. انتقال هاري كين الى بايرن ميونخ ولا لا؟ هاري كين انتقل الى بايرن ميونخ يا محمود. هاري كين انتقل الى بايرن ميونخ زي ما الصحفي فابريزيو رومانيو طلع وصرح وقال ان بايرن ميونخ مقدمة عرض لهاري كين ب 80 مليون يورو، لكن توتنهام رفضت العرض دي يا جماعة الخير، وتوتنهام اشترطت على بايرن ميونخ 100 مليون يورو دفعا فيه هاري كين، وبايرن ميونخ وافقت بالعرض اللي توتنهام ده قدمه، وهيدوا هاري كين 120 مليون يورو زي في الاخبار اللي احنا عرفناها. دلوقتي بايرن ميونخ بيجهز القميص اللي هيرتديه هاري كين يا جماعة الخير، وبيجهز قميص هاري كين في غرفة ملابس بايرن ميونخ يا جماعة الخير، وبايرن ميونخ بيجهز بيت لهاري كين يا جماعة الخير عشان هيعيش في ألمانيا. انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ تم يا جماعة الخير بشكل رسمي. أنا بعلن انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ تم. متقدروش أي صحيفة يا جماعة الخير تطلع تقولك إن هاري كين ما انتقلش إلى بايرن ميونخ. لا، هاري كين انتقل إلى بايرن ميونخ، ورسميا هاري كين إلى بايرن ميونخ يا جماعة الخير الآن بشكل رسمي في الأيام القادمة. كيليان امبابي انتقل إلى ريال مدريد ولا لأ؟ احنا عرفنا ان امبابي كان معروض عليه عرض فلكي من الهلال السعودي، وامبابي رفض العرض دي يا جماعة. عرض فلكي بجد يا جماعة الخير، كان ب 900 مليون يورو يا جماعة الخير، ولكن كيليان امبابي فضل حلمه الطفولة هو ريال مدريد اللي كان بيحلم اللي هو هيلعب فيه. ويا جماعة ريال مدريد هيقدم عرض الكيليان امبابي في الايام القادمة بشكل رسمي لباريس ان جيرمان لاجل انتقال كيليان امبابي الى باريس ان جيرمان. وانا بعلن يا جماعة الخير انتقال كيليان امبابي الى ريال مدريد تم يا جماعة الخير، وهيشهد في الايام القادمة انتقال امبابي الى ريال مدريد والاعلان الرسمي في الايام القادمة. وكيليان امبابي هياخد كام يا محمود؟ كيليان امبابي هياخد في الموسم الواحد يا جماعة الخير مقارن 100 مليون يورو يا جماعة الخير في الموسم الواحد، بالإضافات هيبقى 120 أو 150 يا جماعة الخير. بس ريال مدريد مستني يا جماعة الخير رد فعل امبابي، وريال مدريد هيقدم له العرض بعد 3 أيام يا جماعة الخير. شهد في الأيام القادمة انتقال كيليان امبابي إلى ريال مدريد بشكل رسمي، وما تصدقش أي صحيفة تطلع تقول امبابي مش هينتقل إلى ريال مدريد. هل براندو سيلفا انتقل الى نادي برشلونة ولا لا؟ احنا عرفنا ان براندو سيلفا طلع وقال الصحفي فابريزيو رومانيو طلع وقال اللي نادي الهلال السعودي كان مقدم عرض لبراندو سيلفا ب 100 مليون يورو، لكن براندو سيلفا رفض العرض دي يا جماعة عشان ينتقل الى برشلونة. براندو سيلفا انتقل الى برشلونة بعد رحيل عثمان ديمبلي يا جماعة الخير. احنا عرفنا في الاخبار الاخيرة ان تشافي كان مش عاوز نيمار يعود الى نادي برشلونة، بس بعد رحيل عثمان ديمبلي الى باريس ان جيرمان دلوقتي تشافي عاوز بقى
اللاعبين مكان عثمان ديمبلي، بس اللي هيعوض عثمان ديمبلي هو براندو سيلفا ولا نيمار. هو الأقرب هيبقى براندو سيلفا. براندو سيلفا عاوز يروح برشلونة وقلل المان سيتي، زي ما جوندوجان انتقل إلى برشلونة زي ما عرفنا، والناس قالك لا مش هينتقل، والصحفيين قالوا مش هينتقل، وخلاص عرفنا اللي جوندوجان انتقل إلى برشلونة. وأنا برشح رسميا انتقال براندو سيلفا إلى نادي برشلونة التام. يكون انتهت الحلقة. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس واضغط اللايك عشان نستمر في الحلقات، والسلام.